عمرك سألت نفسك إيه هو أول جهاز مباحث حقيقي في تاريخ مصر؟ ابتدت الحكاية مع لاز أغلي أو لازغلي زي ما بتتقال. اسمه الحقيقي محمد لاز، وكلمة أغلي يعني ابن، بمعنى ابن لاز، واللاز ده لقب كان بيطلق على قسم من سكان البحر الأسود في تركيا. محمد بيك لاز أغلي جه مع محمد علي لمصر، وقتها تعين كتخدة أو وزير دولة، اللي هو يعني دلوقتي بمثابة رئيس وزراء عندنا. كمان كان أول من يتولى منصب وزير الدفاع، اللي هي وقتها كان اسمها الجهادية. أثناء حروب محمد علي مع الوهابيين وانشغاله بيها في أرض الحجاز اللي هي السعودية، هو وأولاده إبراهيم وطسن، كان وقتها محمد بيك لاز أغلي عينه على الأمراء والمماليك اللي بيحاولوا يلاقوا أي سكة لعودة نفوذهم وسلطتهم على مصر. وكمان كانت عينه على البلطجية والفتوات اللي بيفرضوا الإتاوات على الناس في الحواري والشوارع. كمان بتنسب فكرة مذبحة القلعة الشهيرة للتخلص من المماليك لمحمد بيك لاز أغلي، علشان كده كان بمجرد ذكر اسمه بيدب الرعب في قلوب مصر كلها. محمد بيك لاز أغلي جاب مجموعة من الرجالة وسماهم العسس، جاية من يعس. بعد ما جابهم محمد بيك لازغلي ابتدى يصرف لهم بدلات وهدوم وبضاعة علشان ينزلوا يبيعوها في الشوارع، زي السميط والدقة والفول السوداني والحب العزيز والتسالي والحاجات بتاعت المزات دي. جرى العرف وقتها إن الأمراء والمماليك دول بيجتمعوا كل يوم وكل ليلة في بيوتهم الكبيرة علشان يتسامروا ويتكلموا في كل حاجة وفي خططهم وفي اللي جاي. ولما كانوا بيجوعوا كانوا بيندهوا للبياعين دول علشان يشتروا منهم الأكل والتسالي وينقنقوا كده وهم بيتكلموا. طبعا الرجالة كانوا بيدخلوا علشان يبيعوا لهم، وكانوا بيسمعوا كل حاجة وبيسجلوها. ولما كان الليل بيتفض هو والسهرات، كان بيروح كل واحد من العسس اللي بيجيد تحدث وكتابة اللغة العربية والتركية بكتابة تقرير مفصل عمل ايه النهاردة وراح فين وسمع مين وشاف ايه. وبعد ما كل واحد فيهم يكتب التقرير بتاعه، يروح لبيت قديم قدام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها يحط التقرير في المشربية. وبعدها بنلاقي واحدة ست كل يوم بتروح للبيت ده تاخد كل التقارير بتاعت العسس دي وتطلع بيها على القلعة. مين الست دي؟ الست دي تبقى هي الست اللي علمت محمد علي نفسه القراية والكتابة للغة العربية والتركية. تاخد التقارير بتاعت العسس وتعمل بيها تقرير مجمع علشان تقدمه كل يوم الصبح لمحمد بيك لاز أغلي في القلعة. لا الست دي تعرف الرجالة دول ولا تعرف أشكالهم ولا هم نفسهم يعرفوا بعض، لأن هم كلهم كانوا بيتلقوا تعليماتهم مباشرة من محمد بيك لاز أغلي. كل ده أدى إلى قوة نظام محمد علي وعدم استجابته لأي محاولات لزعزعته أو لتدميره، بسبب إن في قبضة حديدية ماسكة المحروسة. حتى بعد خلاف محمد علي الشهير مع البطل عمر مكرم الله يرحمه ونفيه خارج القاهرة لسنين كتير، ما أثرش ده على حكم محمد علي في أي شيء. غريب إن مفيش أي وثيقة تاريخية بتثبت أو بتحدد حياة محمد بيك لازغلي الشخصية. أما بخصوص تمثال محمد بيك لازغلي الشهير اللي موجود في ميدان لازغلي، فده حكايته حكاية. بدأت حكايته بعد وفاة محمد بيك لازغلي نفسه ب 43 سنة، لما قرر الخديوي إسماعيل بأن هو يعمل 3 تماثيل، واحد لجده وواحد لسليمان باشا الفرنساوي وواحد لمحمد بيك لاز أغلي. وقتها البشوات اللي تكلف ليهم المهمة دي احتاروا، مفيش أي صورة ولا أي رسمة ولا أي حاجة عن لازغلي. وفي مرة كانوا بيتمشوا وقابلوا واحد سقة من اللي بيبيعوا المية للبيوت صدفة، لقوا صورة طبق الأصل من لازغلي، أكنه توأمه، نفس الملامح والشكل والجسم والطول. وبسرعة قاموا جايين واخدينه وملبسينه لبس محمد بيك لازغلي وبعدين صورته للنحاتين في أوروبا، وعملوا التمثال اللي موجود لحد دلوقتي في ميدان لازغلي. حكاية محمد بيك لاز أغلي مبهرة، لأن فيها عامل نادر الوجود على مر التاريخ كله، وهو إخلاصه وتفانيه الشديد في حب محمد علي باشا وحب مصر. ودي كانت حاجة نادرة الوجود ما بين الحاكم والنائب بتاعه. دايما نلاقي الحكايات بتاعت الحكام والنواب دي فيها خيانات وكره وسسبنس كده، ما كانش موجود ما بين محمد بيك لازغلي وما بين محمد علي، نظراً لحبه الشديد وإخلاصه الشديد وتفانيه في خدمته. حكاية محمد بيك لاز أغلي تستحق إن الناس كتير قوي يعرفوها، ويبقى التاريخ هو الحكاية، والحكاية بين الشوارع والجدران.